هي دي بقى اللي ما خدتش 5 دقايق زي ما بيقول الكتاب. اهو ده المفروض يسموه طبق السلطان. بسم الله. الله، حلو قوي، تحفه. يلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هجيبها معايا هو البسكوت. انا هنا عندي بسكوت كان باقي من العيد، فانا هستغله في الوصفه دي. انت ممكن تجيبي اي بسكوت تاني من السوق وتقدري ان انت تستخدميه. هجيب كيس معايا احط فيه البسكوت كده اهو بالشكل ده. هبدا اخد البسكوت دوت واطحنه كويس جدا، وانا متاكده ان البسكوت بتاعي ناعم فمش محتاج كبه او اي حاجه. بصوا مجرد ما مسكته نزل كده ودب في ايديا بالشكل ده، يبقى مطحون معاه كويس قوي. بعد كده هحطه في طبق بالشكل ده، وهنزل معاه بمعلقتين من السمنه او الزبده اي حاجه. ابدا ادعكه كده كويس قوي مع بعضيه. بعد كده هجيب الطاجن بتاعي. بعد كده هاخد البسكوت انزل فيه بالطاجن كده اهو، وابدا بقى اضغط كويس جدا كده لغايه ما اسويه كويس قوي. هنا هجيب علبه قشطه من السوبر ماركت عادي. انت ممكن تعملي مهلبيه اللي هي الكريمه السخنه عادي جدا في البيت وتحطيها مكان القشطه، ولو اتوفرت عندك يبقى الافضل. هنزل بالقشطه بتاعتي كده اهو، وهبدا برضو اسويها. بعد كده هجيب طبق هنزل فيه بكوبايه صغيره من السميد بتاع البسبوسه، كمان عليه نص كوبايه من الزيت على السمنه، ممكن سمنه بس وممكن زيت بس، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب البودر، كوبايه من الحليب السائل، ونص معلقه بيكنج باودر صغير. همكس كل الكلام ده كويس جدا مع بعضه. بصوا بقى معايا سايب بالقوام ده، هو ده القوام اللي انا عايزاه يبقى معايا كده اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. جايبه الطاجن بتاعي واعمل كده اهو. ممكن تحطيها في الفرن على درجه حراره 200 او ممكن في الاير فراير. يلا بينا. هي دي بقى اللي ما خدتش 5 دقايق زي ما بيقول الكتاب. الله، حلو قوي، تحفه. مش عارفه اوصف جمالها قسما بالله. اهو ده المفروض يسموه طبق السلطان. جربوها والله العظيم وبكل ثقه. دمتم في امان الله واشوفكم على خير.